السلام عليكم ومرحبا بكم، ان شاء الله يا ربي تكونوا كامل بخير. اليوم جبت لكم جرك المسكر، وصفه تقليديه مع سر الطراوه، سر الحشو المعسل، كامل اسرار النجاح جرك المسكر في هذا الفيديو. ابداو لنا الفيديو بجام وكملي للاخير باش تكتشفي الوصفه والاسرار ان شاء الله. باذن الله راح نقول لكم كل حاجه، الاخطاء اللي توقعوا فيها ويجيكم يابس، الحشو يجيكم يابس. المهم يلا نبداو بسم الله على بركه الله. اول حاجه انا راح نخدمهم لكم بالكاوكاو، على بالنا اللوز راهو بزاف غالي. شوفوا هنا درتوه في الفور يسخن برك باش نحيولوه هذيك ليميديتي ومن بعد نحيوه. هنا نبداو بسم الله. هنا في الجبنه تاعي عندي 3 ميزور تاع لا فارين يكونوا ممسوحين. فوالا كنت تشوفوا لي ميزور تاعي راهم غازي. فوالا 3 كيلات فارينة. انا استعملت سين باسكو في الحلويات التقليديه مليح كنديروا كما نقولوا فارينة تكون مليحه. درنا قريصه تاع الملح، نديروا مغرفه كبيره ولا 2 مغارف تاع السكر كلاص. انا درت غير وحده، اكتفيت بالوحده برك. هذه لافاني. معنا نخلطوا دوك هاد النواشف مع بعض ونجيبوا الكيله، نفس الكيله اللي عبرنا بها لافارين نديروا بها السمن. هنا شوفوا السمن راكم تشوفوا كيفاش راني مذوباتو، يعني خلوه غامولي، ما تذوبوش كما نقولوا ليكيد كيما الزيت، لا لا خلوه هكذا. فوالا شوفوا، وراح نكملها بالزيت هكا باش يبقى لي هكذاك مرمل، يبقى شويه يقرمش. ما نحبوش كيما نقولوا يطرى بزاف، يبان كيما نقولوا مشمخ، فهمتوني؟ يعني يولي يجي فيه واحد القرمشه. انا ماشي ما فندي في الزيت، بصح هاد الخطره كي ضفت له الزيت يعني عجبني، جا هايل ما شاء الله. هاوليك غير شويه، قيمه واحد نقولوا واحد 2 مغارف هكذاك. والكيله لازم تكون معمره مليح. فوالا هنا شوفوا انا مالفه ندوب السمن، يعني اللي متتبعاتي الوفيات على بالهم كيفاش نخدم هذوما الحلويات تاعي التقليديه. نورمالمون تروحوا قناتي اليوميات الجزائريه حولا تلقاو وصفه الجرك، يعني مغايره على هذه. كنت درت لكم 2 وصفات. انا مالفا كي نديرو دايب، ندير واحد 100 غرام تاع لا مارغارين نصابليها قبل، نصابلي بها لا فارين تاعي باش ندير الكيله تاع السمن دايبه، فهمتوني؟ اليوم كي درتو غامولي استغنيت على هذيك 100 غرام تاع لا مارغارين. فوالا وهنا جيت دوكا نجي ندخل كامل هذاك اللي دام في الفارينه. شوفوا من اسرار نجاح التشارك، الوصفات كامل تقدروا تقولوا كامل نخدموه بنفس الطريقه، كاع 3 كيلات فارينه وحده يدام. المشكل راهو كامل في الحشو وفي الطياب كيفاش نطيبوه. نفس الكيله نديروها ماء وما زهر. هي شوفوا تقدر تدخل كيله كومبلي، تقدر ما تدخلش، يعني صا ديبون لا فارين اذا تشرب اذا ما تشربش. المهم نتوما كيفاش تعرفوا وقتاش تحبسوا. دوك بعد نوريكم العجينه وقتاش تحبسوا السوائل، فهمتوني؟ باسكو العجينه اذا كانت تانيك مخصوصه ما راح تجيكم تكون فيها تشققات وطيب تخدموا بها هكذاك، تقدروا تخدموا بها ومن بعد تيك في الفوق كي تخص العجينه تولي تشرب لكم السوائل تاع لافارس، فهمتوني؟ سي بور سا لافارس تيبس بزاف. هذه حاجه وحده الاولى. دوك نزيد نقول لكم، شوفوا هنا هاي ليك غير تحبس كي نديرها شغل الفورم تاع الشركه ما فيهاش تشققات، خلاص نحبس نغطي عليها ونخليها ترتاح. دوكا نولوا للحشو. هنا عندي 3 كيلات تاع كاوكاو. شوفوا اصعب حاجه هي الكاوكاو، اللوز ساهل في الخدمه تاعو بصح الكاوكاو دوك تبعوا معايا نفهمكم مليح. هنا نديروا غير نص كيله تاع السكر، ما ديروش كيله كومبلي باسكو كي تكثروا السكر تاني راح يبس لكم الحشو. ندير هنا لافاني. انا ما استغنيت على القرفه باسكو للعيد عباكم ضيوف ماشي الناس كامل تحب القرفه. هنا راكو شتوني عاود رحيتو الكاوكاو مع السكر باش هكذا نعاونو يذوب تاع توت سويت. ومن بعد درت مغرفه تاع السمن ونجي ديروا سمنه ماشي زبده، ماشي زبده ماشي زيت، السمن. ومن بعد نجي هنا نشمخو مليح بالمزهر حتى شوفوا كلي نجريه، كلي من كي نحب نديرو اون بول ما نقدرش، فهمتوني؟
ونخليه. انا بيتو ليله كامله، خلوه يبات البنات، خصوصا الكاوكاو قلت لكم الصعيب يبان لكم بلي راه مليح بصح ومن بعد ينشف، يشرب بزاف السوائل. دوك تشوفوا لو لوندومان انا خليته بات، يعني حتى للامانه مام العجينه وزنتها ودرتها في بلاطو وغطيت عليها وخليتها يعني غير هكذا في المطبخ، يعني ماشي ما تحتاجش ثلاجه باسكو رانا في الصيف بلوتو رانا في الصيف، رانا في الشتاء، فهمتوني، ما راناش في الصيف فوالا، يعني ما يصرى لها والو. الحال راهو بارد. راكو تشوفوا كيفاش جريتها، دوك تشوفوا غدوه من داك كيفاه ولات، غطيت عليها وخليتها. شوفوا غدوه من داك راكو تشوفوا كيفاش شربت. دوك هنا راح نزيد لها شويه تاع المزهر ومن بعد باش نكورها. هنا واش درت لها لاغوم تاع السيترون باسكو شوفوا الكاوكاو يحب كما نقولوا يتواسى مليح، يتنسم مليح باش يجينا تروح له ديك الريحه اللي ما نحبوهاش. انا تاني درت له عطر واسمو نانوازيت، عطر البندق تانيك، والله غير عطاو بنه هايله. مع الاول خفت ندير له هذاك لاغوم تاع القارص، قلت بالك ما يتوالموش مع بعضهم، بصح من بعد كيف طرنا في السهره خديت هكذا اون بول ودرت لها شويه تاع السيترون، هذيك لاغوم تاع السيترون واش نقول لكم هايله. ولاغوم اللي تخيروها خيروا هذيك الشفافه، ما تجيبوش هذيك اللي تمد لا كولور، فهمتوا. هنا العجينه تاعي شحال وزنتها 30 غرام، والحشو 15 غرام هكا باش تجينا حبه الله يبارك، يعني ما ناكلوش غير العجين، فهمتوني. تحبوا 35 غرام كيما حبيتو، تقدروا ديروها 35 30 حتى ل 40 غرام، كاين اللي يحبوا الاخر تاعهم كبير، انا نحبها 30 مع اللي ندير لها نسكروها وكامل تولي حبه ما شاء الله. هذيك هي فوالا كيما راكم تشوفوا انا نخدم هكذا. راكم تشوفوا الحاله باش نحربش هكذا واحد 10 حبات ولا، ومن بعد باش نفاصونيهم. انا هكذا واحد الوقت كنت نخدم لي كوموند هكذا ندير باش كيما نقولوا بور الي فيت، يعني تخدموا تعمروا سنيوه ليه. شوفوا كيفاش نديروا هنا، حاولوا تخرجوا كامل الهواء ونغلقوا مليح، نسوديو مليح ما من الاطراف، حاولوا يعني ما تخلوش هذاك اللوز تاعكم بلوتو الكاوكاو تاعكم يبان. فوالا هاوليك هنا نغلق مليح ومن بعد نرولي هكذا. وهنا شوفوا كيفاش نديروا، راني ندير هذوك الاصابع الاخرانيين مانيش نتوشي بهم، راني نتوشي غير بهذوك الوسطانيين. نورمالمون الصوره راهي توضح، هنا سرعت لكم الفيديو باش ما يجيكمش بزاف طويل. فوالا لازم في الوسط تجي بومبي، فهمتوني. فوالا يعني هي بالممارسه تتعلموا. او كاين دوكا طوابع تاع تشارك مانيش عارفه اذا يصلح ولا لا، انا نحب نخدم يعني طوابع هما يديه، ماشي في كل شيء يوالموا طوابع، بصح دوكا داروا يعني خصوصا للمبتدئات. فوالا هامليك الحبيبات تاعي، وكي توزنوهم راح يجيكم كامل على قد بعضهم، وكل وحده وكيفاش التشكيل تاعها. كاين اللي يديروا رقيق وطويل، كاين اللي يديروا شغل هليلات، كل وحده وكيفاش تخدم التشارك تاعها. المهم في البنه، المهم في الطراوه. هذه هي. هنا ندير له، علاش ندير له الثقوب؟ باش هكا الا خلينا النفس الداخل ولا كما نقولوا يخرجوا له هذاك الهواء اللي نخليوه. الطياب تاعو ما طيبوهش تنتم البنات، خلوه حتى ينشف. انا حطيته في الفريجيدار يعني سنيوه بالاولى ومن بعد درته على شوفوا 180. شوفوا انا صراحه الكوشه تاعي راهي جديده مازال ما عرفت لهاش مليح، يعني طول لي شويه في الكوشه، كان قادر يجيني يدوب كتر من هكذا. راني نوضي فيها كما نقولوا. انتوما سخنوا الكوشه من قبل ومن بعد دخلوه، لازم ما يفوتش 25 مينوت، نورمالمون 25 من 20 25 دقيقه. انا ولا غير قعدت لي واقيلا 30 مينوت ولا 35 كاع، باسكو قلت لكم خفت باسكو كشتي بزاف هذه سخونه وخفت نقصت له شويه. هنا دوكا هي التسكار تاعو ما تسكروش لو جور ميم يا خي البنات. انا سكرت لكم حبيبات باش نوري لكم برك هذا مكان. وتحبوا تغطسوه في السيرو، تحبوا ديروا كيما درت انا، كشتو ما زهر درت مغرفه فرينه ومغرفه سكر غلاس. نقطرو في كسكاس ومن بعد ندير له هذاك البابي سوبالان هذاك باش نحي له داك الفائض تاع هذاك السيرو اللي خدمناه ولا هذاك العفسه اللي درناها. ومن بعد نواسيه هنا ونخليه واحد 15 دقيقه 20 دقيقه ونولي ليه. ومن بعد راكم تشوفوا كيفاش نديرو، نحاولوا نبداو نمسحوا من التحت ومن بعد نحيولو هذاك الزيت كامل باسكو راح نسوبودغيو عليه بالصفايه، دونك ما تخلولوش بزاف سكاكر بزاف، فهمتوني. وما تسكروش لو جور ميم باسكو هذيك هي اللي السكر تاعكم
كيما نقولوا التشارك تاعكم راح يولي يشرب، ومن بعد يصفر لكم هذاك السكر. هذه غلطه من الغلطات. والطياب تاعو تاني قلت لكم اذا فوتوا له في الطياب راح ييبس. ولا فخس تاني اذا كانت مخصوصه مزهر راح تاني كي درتوها يابسه راح الزيت تنشف، خصوصا قلت لكم الكاوكاو. هذه هي نورمالمون ما نسيت والو. هادو هما كامل الاخطاء اللي يديروهم اللي يجيهم الحشو يابس، التشارك تاعهم يكون بسس الله الله بعد يدخل الكوشه يبس. تاني الطياب قلت لكم الطياب هو الصح، يعني العجينه كامل تقريبا كامل الاخوات يديروه بنفس الطريقه. هذه هي حبيباتي. راكم تشوفوا هنا كما نقولوا تسكر شباب، بصح هكذاك اسمه كيبات يتسكر دوك كي يبرد مليح راح يتسكر خير من هكذا. فهمتوني البنات؟ هذه هي الوصفه تاعنا، والله غير جا هايل، جا ما شاء الله. وعلى بالكم انا ما نسكروش تاع تمتم، ديروا في باطا غلقوا عليه مليح، غلقوها ببابي الومنيوم، وكما نقولوا باش تسكروه قد ما يقعد في البواطه تاعو راح يزيد يطرى، باسكو هنا اليوم راهو هذا وين طاب. فهمتوني؟ قد ما يزيد يغلقوا، ما تخلوش برك الهواء يدخل في العلبه ديالكم. هذه هي حبيباتي، نتلاقاكم ان شاء الله بروشين فيديو مع كاطو جديد ان شاء الله باذن الله. هذه هي. راكم تشوفوا الحشو جانا طريري، الله يبارك. قولكم بقى على خير حبيباتي، تهلاو في روحكم، في امان الله.